يا مساء الخير، يا مساء الحاجات الحلوة. النهاردة بقى اخترت ليكم وصفة كيكة جميلة جدا. النهاردة هنعمل كيكة في الخلاط، وكمان هنعمل معاها صوص من الشوكولاتة. بجد رهيبة الكيكة دي، سهلة جدا، يعني نقدر نقول عليها كده كيكة منها فيها بالصوص الشوكولاتة كلها في الخلاط. مش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود، يعني بدون يعني ما تستخدموا ادوات كتير. طريقتها سهلة جدا ونتيجتها بجد في الاخر روعة. يلا بينا على طول نبدأ في الطريقة، بس اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. هنا اول حاجة معايا 3 بيضات. هنا الكيكة ديت يعني الكيكة والصوص الشوكولاتة الاتنين مع بعض. كمان هحتاج كوباية من الدقيق، وكمان زيها كوباية من الكاكاو الخام. اهم حاجة لازم الكاكاو يكون نوعه كويس عشان طبعا يديكوا نتيجة كويسة. كمان هزود كوباية من السكر هنا لو حسيتوا ان السكر كتير شوية، انا ما بتحبوش الحاجة تكون سكرها زايد شوية او تكون مسكرة، ممكن تقللوها الكوباية الا ربع. بس كان السكر مظبوط، مش مسكرة يعني زيادة عن اللزوم. كمان هحتاج كوباية من اللبن، يعني يفضل اللبن يكون دافي. هحتاج منه كوباية يعني 200 ملي. وكمان هحتاج كوباية من الزيت، زيت نباتي برضو يكون نوعه كويس. وباكو من البيكنج باودر. وكمان معايا معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. الكيكة دي بتعتمد على حاجتين اساسيتين لازم يكونوا، يعني يكون نوعهم كويس عشان يدوكوا نتيجة كويسة: الكاكاو والزيت، اهم حاجة. هنا بقى في الخلاط اول حاجة هنعمل الصوص الشوكولاتة. نزلت بكوباية من السكر وزيها الكوباية من الكاكاو، وضفت عليهم اللبن. هنفضل بقى نضرب فيهم كده لحد ما تلاقوا ان السكر خلاص ملوش اي اثر خالص وداب نهائي. كل حاجة اختلطت كده مع بعض، اللبن والسكر وكمان الكاكاو. هنا انا لسه ما ضفتش الزيت انا هضيفه في الاخر علشان يخلي الصوص ان يبتدي ان هو يتقل. هنا هننزل بقى بالزيت سرسوب صغير كده، ما ننزلش بالزيت مره واحده، يعني تنزلوا بيه سرسوب كده هتبصوا تلاقوا ان الصوص ابتدى يتقل معاكم زي ما انتوا شايفين كده. تقلوا في منتهى الجمال بجد، يعني هتاخدوا احلى صوص شوكولاته. طعمه حلو جدا كمان لاي حلويات، يعني مفيش اجمل من كده. طعم الصوص بجد رهيب. شايفين سمك الصوص عامل ازاي؟ يعني نازل بالعافية كده من الخلاط، بجد رهيب جدا. انا مش هاخد الكمية كلها، انا هاخد نصها عشان النص التاني انا هحتاجه ان انا هزود عليه البيض وهنبتدي نعمل الكيكة. هنا معايا بقى 3 بيضات. طبعا اهم حاجة لازم البيض يكون طازة ويكون بدرجة حرارة الغرفة. وزودت عليهم الفانيليا. لو البيض يعني عندكم في التلاجة، موجود في التلاجة، قبل ما تستخدموه طلعوه بره قبليها بساعتين عشان يبتدي ياخد درجة حرارة المطبخ. هنا بقى ضربت الخليط اللي هو الصوص مع البيض زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هبتدي ازود عليهم الدقيق. هنا بقى كوباية من الدقيق عليها البيكنج باودر وكمان رشة صغيرة من الملح. هنا هندخل بقى الكوباية من الدقيق كده. اهم حاجة لازم ندخل الدقيق في الاول، علشان لما ندخل الدقيق بيدي هشاشة حلوة جدا للكيكة، ما بتطلعش مكتومة. هنبتدي بقى نقلب كده في اتجاه واحد، هي مش محتاجة ولا مضرب ولا اي حاجة، بالمضرب السلك العادي الموجود عندنا في كل بيت. هنا انا حسيت ان الخليط معايا تقيل شويه، فابتديت ان انا ازود له لبن. زودت حوالي 3-4 معالق من اللبن، يعني ما تزودوش لبن كتير علشان الخليط ما يبقاش معاكم سايل زياده عن اللزوم. هنا هنبتدي بقى نقلب برضو في اتجاه واحد لحد ما نلاقي يعني نوصل بيه للقوام اللي احنا عايزينه. هو ده القوام بجد المطلوب. يعني حاولوا ان انتم ما تزودوش لبن زياده عن اللزوم. هتبصوا تلاقوا ان الخليط معاكم بقى سايل. هو ده يعني القوام المظبوط، ولا تقيل قوي ولا خفيف زي ما انتوا شايفين كده. ممتاز، الخليط كده حلو جدا. هنا بقى الصينيه اللي انا استخدمتها دي مقاس 26. لو انتوا حابين الكيكه تكون يعني مرتفعه، ممكن تستخدموا صينيه من 22 ل 24. لو حابينها تكون يعني الكيكه تكون متوسطه، يعني ما تكونش عاليه قوي، فاستخدموا الصينيه اللي انا استخدمتها دي كانت مقاس 26. ودهنتها كده بفرشه من الزيت، وبعد كده ابتديت ان انا اوزع الخليط. اهم حاجه لازم طبعا يكون الفرن مشغلينه قبليه على درجه حراره 180. هي بتقعد حوالي 20 دقيقه في الفرن. لو الفرن عندنا بمروحه هي مش هتاخد معاكم كتير وقت كتير، هي خدت معايا
20 دقيقة. واهم حاجة لازم نختبرها كده في خلة اسنان، لو لقيتوا الخلة كده بتطلع نضيفة، واهم حاجة نختبرها من النص دايما، لو لقيتوها نضيفة يبقى خلاص هي كده استوت. انا سبتها بقى لحد ما بردت خالص خالص، اهم حاجة لازم نسيبها ان هي تبرد. وبعد كده ابتديت ان انا يعني اقلبها على الناحية التانية. انا خليت يعني الوش بتاع الكيكة يكون من تحت والظهر من فوق. ولو انتوا حابين بقى ان انتوا تسووها يعني تشيلوا كده الطروف وكده، فطبعا براحتكم، بس انا بصراحة ما شلتش منها اي حاجة، انا خليتها كده زي ما هي. نبتدي بقى نحضر مع بعض الكريمة. هنا معايا كريمة، دي كريمة زي كريمة الخفق بس دي بودرة. انتوا ممكن تستعملوا كريمة الخفق اللي هي السايلة، او ممكن تستعملوا كريم شانتيه، يعني اي حاجة متوفرة عندكم ممكن تستعملوها. هنا بقى انا ده باكو. طبعا انا هسيب لكم كل حاجة في صندوق الوصف، هسيب لكم المكونات، وهسيب لكم كمان كل حاجة بالجرام وبالكوباية. هزود بقى هنا اللبن، هو كان مكتوب على الكيس 450 ملي من اللبن، هي احتاجت مني 300 ملي بس. يعني طبعا انتوا ما تنزلوش باللبن مرة واحدة، علشان انا كنت عاوزة الكريمة طبعا تكون يعني سمكها تقيل شوية معايا، فانا ابتديت ان انا انزل باللبن شوية بشوية. هي خدت مني 300 ملي. فانتوا اهم حاجة ان انتوا تخلي بالكم ما تنزلوش بكمية اللبن مرة واحدة اللي مكتوبة على الكيس، يعني ممكن تاخد منكم معاكوا اقل. هنا خلاص اتضربت زي ما انتوا شايفين وملت الطبق وجميلة جدا. زودت بقى عليها معلقتين من الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه، وهنبتدي بقى نخلط كده الشوكولاتة مع الكريمة. بس اهم حاجة ما نضربش كتير، علشان طبعا الكريمة ما ترجعش ان هي تسيح وتسيل معانا، وكمان خصوصا في الجو الحر، فنخلي بالنا يعني من الحتة دي اهم حاجة. بس اول ما نخلط الشوكولاتة بالكريمة خلاص نوقف ضرب على طول. هنا بقى نبتدي بقى نحط الكريمة. انا هنا ما قسمتش الكيكة نصين ولا اي حاجة، انا عملتها كده بطريقة سهلة مبسطة، عشان يعني ايه ما تاخدش مننا ولا وقت ولا مجهود، احنا عايزين ناكل حاجة حلوة كده سريعة. وابتدوا بقى انتوا يعني وضبوها كده زي ما انتوا عايزين، وابتدوا بقى يعني شيلوا الزيادات، وابتدوا بقى سووها بالسباتولا او بسكينة باي حاجة موجودة عندكم. وبعد كده جبت بقى منديل وابتديت ان انا امسح كده الجوانب وننضفها كده كويس من الجوانب، وهرجع ادخلها التلاجة يعني نص ساعة كده بس، لغاية ما طبقة الكريمة اللي على الوش ان هي تبقى متماسكة. هنا بقى صوص الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كل ما يقعد كل ما بيتقل، يعني انتوا لو حابين سمكوا كده هتضيفوه على الوش على الكريمة، يعني ممكن تضيفوه كده. انا بحب دايما يعني صوص الشوكولاتة يكون سايح كده على الكيكة ونازل كده من كل الجوانب. طبعا زي ما انتوا عايزين. هنا انا زودتها حوالي معلقتين كده من اللبن لحد بس ما ابتدى ان هو يبقى سايل كده معايا شويه. يعني ما تحاولوش تزودوا لبن كتير، يعني شويه صغيرين حسب طبعا انتوا سمك الشوكولاته، صوص الشوكولاته انتوا عايزينه ازاي، تقيل او عايزينه يبقى متوسط زي ما انا عملته كده، زي ما انتوا عايزين. دخلتها بقى التلاجة نص ساعة بس، هي كانت مفروض تقعد اكتر من كده، بس انا كنت مستعجلة طبعا عليها. فانتوا لو عايزين الصوص الشوكولاتة يكون متماسك كده على الوش، فانتوا هتسيبوها مش اقل من ساعتين في التلاجة. بجد خطيرة، طعمها جميل جدا. الكيكة كمان اسفنجية خالص، هشة وجميلة جدا. وكمان طبقة الكريمة والصوص، يعني الثلاث طبقات بجد احلى من بعض، طعمها في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربوها، وبألف هنا على كل هيجرب وصفة النهاردة. واشوفكم تاني على خير فيديو جديد، وباي باي.